في المناصب السياسية، استطاع سنة 1961 أن يتبوأ منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. في نفس سنة موت ابنه الرضيع، وبالضبط في 22 من نوفمبر سنة 1963، أطلق لي هارفي أوزوالد النار على رئيس الولايات المتحدة الأمريكية آنذاك جون آف كينيدي، وهو في جولة في دالاس على متن سيارته ورفقة زوجته جاكلين. أصابت الرصاصة الأولى حنجرته، أما الثانية فقد جاءت في رأسه، ولغرابة الأمر فقد صورت الحادثة كاملة، لأن الصحافة كانت تتبع الرئيس في جولته. قُبض على هارفي لأوزوالد مباشرة بعد مقتل جون إف كينيدي، واتُهم باغتيال رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.